دائما من المعرض العالمي للسياحة الذي دشن صبيحة هذا اليوم بحضور وزير السياحة الفرنسي، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات والعاملين في هذا الميدان الذي عرف إفلاسا في زمن الجائحة. لكن اليوم يمكن لنا أن نقول بأن السياحة قد عرفت انتعاشا مهما في الأشهر القليلة الماضية، وربما قد تكون قد عادت المياه إلى مجاريها وما زالت هذه المياه صالحة للشرب. وهذا رواق المملكة المغربية التي تعتبر من الدول الأكثر زيارة في حوض البحر الأبيض المتوسط بحكم آثار الموجودة بها وإطلالتها على كل من البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. فالمغرب يعتبر قبلة للسياح الأوروبيين خاصة، بالإضافة إلى أمراء دول الخليج. وربما قد تكون مدينة مراكش التي مع الأسف الشديد عرفت زلزالا في بداية الشهر الماضي، لكن الحمد لله ربما قد تكون تبرعات وقلوب المغاربة الذي وقفت وقفة رجل شجاع لمساعدة المناطق المنكوبة. نعم، إننا دائما في هذا الرواق الذي يعتبر أكبر مساحة مقارنة مع الدول الأخرى العارضة هنا، بما في ذلك جمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية وجزيرة لاغيونيون وجزيرة مدغشقر، بالإضافة إلى بعض الدول الأخرى سواء كانت إفريقية أو أمريكية وحتى الأسيوية. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وجعلنا الأرض مهادا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وكما قال الإمام الشافعي: فانصب فإن لذيذ العيش في النصب. واليوم إن الإنسان يعمل في السراء والضراء، لكنه يبرمج دائما من أجل قضاء عطلة سعيدة سواء على المدى القريب أو المدى البعيد، وذلك لزيارة بعض الآثار وبعض المناطق الساحرة بمناظرها الخلابة وطبيعتها التي ربما قد تكون تجعل من الإنسان قضاء لعطلة سعيدة في مختلف أنحاء المعمورة. فربما قد تكون هذه كانت مجرد جولة صغيرة هنا في هذا رواق المغرب. والمغرب ربما قد يكون ما شاء الله من الدول الأكثر زيارة من مختلف الزوار في العالم، ولا تكتمل زيارة الرواق المغربي دائما، ولقد تعودنا على هذه المبادرة، فلا تكتمل زيارة الرواق المغربي وإلا بأخذ شاي من المنعنع الذي ما شاء الله تتقنه اليد المغاربية المعروفة بأناملها الذهبية. فالأنامل الذهبية تجعل من الجلد تحفا، ومن الصناعة التقليدية التي تصدر في مختلف أنحاء العالم. وها هي الأنامل الذهبية تقوم باستغلال ورقة النعناع بالإضافة إلى الشاي الصيني الأخضر والماء الحار، وذلك لتحضير شاي منعنع وإهدائه لزوار هذه التظاهرة العالمية التي تعرفها مدينة النور والعطور باريس. كانت هذه جولة لرواق المملكة المغربية التي تعتبر قبلة للسياح من مختلف أنحاء المعمور.